السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو. فضلا منكم وليس امرا، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشجعيني كده بلايك حلو منك. الفراخ الساسو النهاردة عمرها 50 يوم زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص احنا بدأنا كده لينا يعني اكتر من اسبوع ان احنا حاطين لهم خلطة. عايزة اقول لكم الخلطة دي زي تقليبة كده على بعضها. عايزة اقول لكم بترفع الوزن وبتخلي الفراخ الساسو بسم الله ما شاء الله. فراخ الساسو دي نوعها ايه؟ اللي هي الشفر. عايزه اقول لكم ما شاء الله حلوه جدا جدا، يعني فيها فراخ 3 كيلو كمان. النهارده عمرهم 50 يوم، لان انا كنت جايباها مع تربيه الفراخ اللي انا ذبحتها. تمام. والفراخ يا حبايبي اللي هي الصغيره انا كنت جايباها قبل ما اذبح الفراخ البيضه اللي هي التربيه اللي فاتت، فانا حاسبالها بالظبط النهارده اليوم ال50. فزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طيب بنتعامل معاهم ازاي؟ بنتعامل معاهم زي ما بنتعامل مع الفراخ البيضة. تمام. بس الفرق ان احنا بعد ال45 يوم ممكن بقى نعمل تقليبة كده حلوة جدا للفراخ. تمام. منها ان هي الفراخ ما تخسش منك وترفع الوزن وبتخلي طعمها مميز جدا جدا جدا. المشروب اللي هي الميه حاطه لهم ايه؟ بصوا انا طلعت الصبح بدري لقيتهم ميتين من العطش. حطيت هنا عصير البنجر، كنت عامله عصير زي ما احنا متعودين مع بعض كل يوم. العصير ده بنعمله للفراخ البيضه والفراخ الساسو. انا لما بحط الفراخ البيضه بقول لكم انا عامله كميه للفراخ الساسو وعامله للرومي وعامله للفراخ البيضه. اي مشروب بتعمليه، يعني عندك اي طيور بتربيها اي مشروب اعمليه، حطي للطيور كلها اللي عندك، استفادي، خلي الطيور التانية يعني زودي شوية وحطي للطيور كلها. المشروبات دي يا حبايبي عايزة اقول لكم بترفع الوزن وبترفع المناعة عند الفرخة. تمام. وبتخلي ما شاء الله طعمها زي السكر. طيب انت بتتعاملي معاهم في اللمبة ازاي؟ انا الفراخ دي من عمر 20 يوم حطيت لهم لمبة بيضة مش لمبة صفرة زي ما انتوا شايفين اهو. وكل كام يوم، لان هي مش بتوسخ زي الفراخ البيضة، كل كام يوم برشلهم كده رشة من الجير وعليها رشة صغيرة من النشارة. بصوا الفرشة ناشفة وزي الفل. عايزة اقول لكم دي رشينها من كام يوم، من يوم الجمعة اللي فاتت. فالفرشة بسم الله ما شاء الله نضيفة وزي الفل اهي. تمام. يعني مش بتاخد استهلاك في الفرشة زي الفراخ البيضة. هي بس الفرق ان هي بتقعد عندك، يعني بتقعد عندك ما شاء الله بتطول معاكي. ولو عندك سطح ممكن تطلقيهم على السطح مفيش اي مشكلة خالص. يعني لو عندك سطح اطلقيهم على السطح في الشمس، الشمس كلها كالسيوم وحلوة جدا جدا. تمام. فاحنا دلوقتي حاطين لمبة بيضة عادية خالص، مش مدفيين بلمبة صفرة. بس اهم حاجة يعني النظافة طبعا. المشروب غيري، مش عشان فراخ ساسو تحط مية بقى من الحنفية والعلف او الاكل اللي انت بتحطيه، لا طبعا. عايزة اقول لكم الخلطات والحاجات الاعشاب على المية كل ده اللي بيرفع الوزن وبيساعد الفرخة على ان هي مناعتها تكون قوية. تمام. غير بقى يعني ما تحطي بقى الاكل كده والمية، طبعا المناعة بتبقى زي الزفت خالص، ما فيش مناعة عند الفرخة. تمام. فانا بعمل ايه كل يوم الصبح؟ خلطة البصل باخد كده يعني معلقة بقى صغيرة، شوية كده من الخلطة، شوية صغيرين هوريكم دلوقتي، وبحطها على الاكل. طيب الاكل انا حاطه ايه؟ بصوا بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا هنا ده عيش متكسر وعليه ما شاء الله. بصوا عيش على فول، يعني هي الشكارة ال50 بحط على طبعا ال2.5 فول. تمام. وباخد منها للفراخ الساس وباخد منها للبط. تمام. بصوا اهو
انت بقى دول كمان يا سلام لو زودتي الفول. يعني انا عايزه اقول لكم انا عايزه اعمل ايه، عايزه اجيب لهم كده 2 فول، احط لهم ال2 فول على ال5 علف. تمام، 2 فول على 5 كيلو علف على 5 كيلو عيش. اعملي بقى الخلطه دي. عايزه اقول لكم الخلطه دي بقى حلوه جدا جدا في زياده الوزن، خلطه فوق الممتازه. تمام، هنا هي بسم الله. بصوا اهي فيها ميه مش مشكله، كده كده العيش هيشرب الميه بتاعه الخلطه. بسم الله. بصوا اهو، قلبي بقى كده اهو. البصل بقى انتوا عارفين البصل، كل يوم بنتكلم عن البصل وفوائد البصل. البصل ده يعني حاجه كده، يعني بصوا صيدليه كامله. خلطه البصل احنا كل يوم بنتكلم عنها. حتى الفراخ الساسو، حتى الفراخ الساسو البصل والثوم والليمون والبنجر حلو طبعا ومفيد جدا جدا جدا. لو عايزه تحافظي على طيورك حطي لهم الخلطه دي. الخلطه دي يا حبايبي عايزه اقول لكم يعني فوق الجباره بشويه. هنا هو زي ما انتم شايفين انا بغير السقايه بالليل والصبح، ما بغيرش 3 مرات زي الفراخ البيضه. بس طبعا ايه يعني زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله 9 بيشربوا السقايه دي على بالليل كده نطلع نلاقيها خالص. وهنا الاكل زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله. الفراخ جعانه، بنجوع يا هند الفراخ الساسو زي ما بنجوع البيضه. طبعا جوعيهم. التجويع ده الفرخه بتكون جعانه بتاكل، فالفرخه بتاكل وبسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. يعني دي برباره، دي بربره شايفين صدرها، اللهم صل على النبي. شايفين دي بربره كمان مش دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجه كده ما شاء الله يعني حلوه جدا جدا. فراخ الساسو الشفر ما شاء الله بتكبر معاكي، بس حافظي على مناعتها وحافظي عليها هتلاقيها ماشيه معاكي يومها بيومين. تمام، اتعاملي معاها زي ما بقول لكم على طول. اتعاملوا مع الفراخ الساسو والفراخ البلدي وهي صغيره زي ما بتتعاملي مع الفراخ البيضه. تمام. الفراخ دي طبعا عشان تجيبيها رمضان ما تلحقش خالص معاكي. انت بتذبحيها على قد ايه؟ بذبحها على 65 يوم. وعايزه اقول لكم ما شاء الله يعني احنا 50 يوم. عايزه اقول لكم لو عايزه تذبحي اذبحي، اقسم بالله ما شاء الله معديه ال3 كيلو كمان. بسم الله ما شاء الله. مفهومش غير اللي هي برقبه دي اللي ضعيفه شويه، بس على ما نذبح ان شاء الله هتبقى ما شاء الله هتجيب وزن معانا كويس. هي قدامها لسه، يعني احنا بقى شوفوا فاضل قد ايه على رمضان، فما شاء الله هتبقى كبرت معانا وزي الفل. بس انا ما بحبش عامه الفراخ اللي هي برقبه. يعني عايزه اقول لكم اول الفراخ ما جت، اول فراخ دي يعني جت مع الفراخ البيضه، ما شفت كده الاتنين برقبه قلت ايه ده، انا ما بحبش اساسا الفراخ اللي هي برقبه. فواحد منهم مات تاني يوم الصبح على طول اللي هو يعتبر اول يوم. تمام، دول كانوا 10 فراخ بس بقى اللي هو برقبة ده راح منهم اللي هو يعتبر أول يوم في بداية التحصين. تمام، واتبقى اللي هو برقبة ده بس إن شاء الله برضه هيبقى كويس وزي الفل. أهم حاجة حافظي طبعا على الهواء، ما تكتميش على الفراخ لأن الكتمة وحشة جدا جدا، بتخلي الفراخ ما تكبرش معاكي. الكتمة عامة لأي طيور مش حلوة، لكن الشمس والهواء طبعا حلو جدا، بس مش مع الفراخ البيضة، مع الفراخ الساسو ومع الفراخ البلدي والحاجات دي. تمام، فالفراخ الساسو حلوة جدا. لو عايزة تجيبي اذبحيهم بقى بعد رمضان، وما شاء الله خلاص. واحنا يعني من ان شاء الله كده شهر 3 هتلاقي الجو بدأ ان هو يدفي. يعني لو بتخافي تجيبي في الشتاء، عايزه اقول لك ما شاء الله الفراخ في الشتاء بتاكل وبسم الله ما شاء الله بتبقى زي، يعني عايزه اقول لك كده بتاكل وبيبقى يومها بيومين غير الصيف كمان. تمام، عايزه تجيبي دلوقتي هاتي الفراخ الساسو حلوه. الفراخ دي الساسو الشفر. لو انت بتخافي تربي الفراخ البيضه هاتي الفراخ دي وربيها، مناعتها عاليه طبعا غير الفراخ البيضه. تمام، مش هتستهلك معاكي كهرباء زي الفراخ البيضه. طبعا لازم اللمبه الصفراء، انتوا عارفين اللمبه بقى اتحرقت اللمبه كده، لا دي طبعا لمبه بيضه عادي. بس هو ايام التحضير ممكن نشغل لمبه صفراء بس 15 يوم، بعد كده نحافظ عليهم ندفي ونهوي.
تمام. ونحط اللمبه البيضه، مفيش اي مشكله خالص. تمام. فالفراخ الشفر حلوه جدا جدا، مش وحشه ما شاء الله. انتوا شايفين اهوت على عمر 50 يوم. فدي طبعا انا قلت اقول لكم النهارده على التقليبه بتاعه الفراخ اللي هو الاكل. زي ما بقولك يعني كيلو العلف حط عليه كيلو من اللهم صل على سيدنا محمد، كيلو من العيش كسريه كده او قطعيه لو هو طري. تمام. وحطي ربع كيلو فول او نص كيلو فول. الفول طبعا يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله البروتين بتاعه عالي وكله يعني فوايد، والفول بيخلي الفرخه بتشيل لحم معاك وبيبقى طعمها مسكر. بس اوعي تحطي الكميه دي طبعا للفراخ البيضه زي ما احنا عودين مع بعض. الفراخ البيضة زي ما بقول لكم على طول 2 كيلو ونص فول بيتحطوا على الشكارة 50 كيلو. تمام. هما ما شاء الله هياكلوا يعني الكمية دي عايزة اقول لكم هياكلوا فيها طول النهار. لو طلعت كده على المغرب لقيت مفيش اكل بحط لهم كده يعني ايه طبسية كده مش اكتر من كده. وبالليل بقى بننزل لهم الاكل بالليل. طيب الفراخ دي ينفع تربيها يا هند من غير لمبة؟ لا طبعا. فراخ دي ممكن تربيها من غير لمبة امتى؟ في فصل الصيف بس، مش في الشتاء. لان في الشتاء هتلاقيها اتكومت على بعضها بالليل من السقعة. فطبعا الصبح اول النور ما يطلع هتلاقيها بقى ايه بدأت ان هي تتنعكش. تمام. فده هيعمل معاهم ايه؟ هيجي لهم البرد. تمام. فلازم تحطي اللمبة لمبة بيضة نوري لهم بالليل وبالنهار. تمام. بس طبعا يعني مش تقولي بقى 20 يوم وبعد كده ندفع عليهم اللمبة، لا طبعا يبردوا منك ويموتوا. سيبي في الشتاء. طبعا في الشتاء احنا دلوقتي بنتكلم عن تربية الشتاء، لكن في الصيف عادي خالص من غير لمبة بالليل مفيش مشكلة. تمام. وبالنهار بقى على النور بتاع ربنا، لكن بالليل عادي مفيش مشكلة. لكن في الشتاء لازم بالليل لمبة. تمام. فيلا اتشجعي وهاتي وربي في بيتك واملي بيتك بالخير. فالتربية حلوة جدا طبعا. يعني اي حد يجيلك بتلاقي عندك خير في بيتك، بتذبحي وبتعملي. ربنا كده يجعل بيوت المسلمين كلها مليانة بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. وده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. يلا شجعيني كده بلايك حلو منك. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.